ابقى لسه صاحيه من النوم ما غسلتش وشي، حتى الاقي واحده بتقولي اصل انا ما عرفتكيش من غير ميك اب، اصل انتي كلك فلتر. النهارده بقى هعمل معاكم الروتين بتاعي، وكمان هنزل من غير ولا نقطه ميك اب. يا لهوي على الانتعاش يا جماعه، بقالي كتير ما غسلتش وشي بغسول يحسسني ان في انتعاش كده. هو غسول وتونر، ولو حاطه ميك اب بيشيله من جوه. لو ام سور من اللي مش عاجبها شكلي من غير ميك اب دي توريني شكلها. احاول افهم ليه حد ممكن يكون ما بيحبش حد، الشخص ده تقيل على قلبه يخش يعلق له ليه؟ كان واحده بتحب الميك اب وبتحب اللينس زو، عندي 25 سنه. احساس المرطب على الوش كده وخلي الخدود كده بتلمع، وهنا ناعم وهنا ناعم. الكريم ده فيه هايلورونيك اسيد، وانا بعشق الهايلورونيك اسيد، وملمسه مش ملزق. لا، واكتر حاجه مضحكه بقى لما يشتموني في الكومنتات وبعدين ارد عليهم ايه، اصلي مش عاجبنا اسلوبك. يا اختي ان شاء الله عنه ما عجبك، هو انت عايزه تشتميني ولما ارد عليكي يبقى اسلوبي مش عاجبك؟ شويه بقى صن بلوك، هننزل نقابل شمس حارقه. احلى حاجه في الصن بلوك ده ان هو ما بيدهننش على الوش، وما بحسش ان انا حطيت ماسك. راح شركه ريجينكس دي شركه محترمه كده، عامله باكجينج حلو، اسعار حلوه. الخلاصه كده ما قل ودل، غسول مرطب صن بلوك وننزل على طول. جبت منهم السبلاش ده الصبح، فلافي كده، فل مع ورد كده، والازازه كبيره جدا. المجموعه دي فيها الخلاصه، مش هنحتاج اكتر من كده في الصيف. وانتوا بتحبوا شكلي بميك اب اكتر ولا من غير؟